مساء الخير. اسمي عمرو اديب. ويلكم تو سعودي ارابيا. شكرا. خدوني معاكم يعني، خدوني معاكم اخد لا 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 لا. طب وبعدين؟ لا. شئنا أم أبينا هو نجم إعلامي عربي وله في كل عرس أرس. الإعلامي المصري القدير عمرو أديب معنا الليلة هنا ليجيب. هل عمرو أديب المذيع الأغلى في العالم العربي؟ ايوه. يبيع نفسه بالفلوس. ها عملي اتس اول اباوت ماني. أجمل صفة في زوجتك الإعلامية لميس الحديدي؟ مواجهه. والحقيقه لازم اشكر السيد الرئيس فعلا. الجماعه اللي معانا واللي ضدنا وانا ما بغيرش كلامي. أنا بطمن بس. يعني مثلا فلتذهب قطر، مش عايز اقول فين، يعني يروحوا مطرح ما يروحوا وربنا معاهم والقلب داعي لك. ناس بتطلق طلاق. انا كنت بروح قطر، انا كان ليا اصدقاء في قطر، انا كانت الحكومه القطريه في اوقات بيبقى عندها مناسبات كانت بتدعوني. انت مش اخويا، انت عدوي. والله خير وبركه انه يحصل مصالحه وخلاص ما يبقاش فيه مشاكل والعالم العربي يعود. انت مجنون يالا. على فكره انا حضرت شخصيا مصالحه قبل كده. ايه الهبل اللي انتوا بتضحكوا بيه على الناس؟ اما تشوف بقى دلوقتي محمد رمضان ترند، افتح الترند وشوف مدين له ازاي من المناعي خيار. بس احب على راسك وابوسك يا حبيبي. انت عبقري يا ابني. ايه ده؟ ده انا كلنا دمعنا. الانسان المتربي نعمه، فانت لو مش متربي في اللي ممكن يربيك. شوف يا ابو الحاج، هلا هلا عداد بجد، هلا هلا عليه. طب ادائك طبعا انت استاذ. ولو ما حدش رباك انا هربيك. مسألة بسيطة جدا. شوف يا قرار، هلا هلا عداد والجد هلا هلا عليه، وندلك الطوفان ما تلحسوش كله. شيل اي لعيب في الاهلي. عارف لو الاهلي كان بيلعب من غير جون امبارح ومعاه ابو تريكه كان هيكسب برضه. يعني ده لو في تدريب عملها ابو تريكه 10 مرات امبارح. هي يا حبيبي خلاص، هي يا حبيبي خلاص، اقعد دخل جون انتهينا. ابو تريكه ارهابي ولا مش ارهابي؟ لو ما كانش الحاج ابو تريكه البركه الراجل الكبره. وانتوا يا ناس عقلكم بقى فين؟ ماذا فعل ابو تريكه؟ طبعا هتشتم للصبح ولا يهمني. انت طول عمرك بتفكر غلط، انا مش عجباني دماغك دي، انت بتحلك فين؟ اللي كان بيفتح بقه كانوا بيذلوا امه. خط احمر لعمرو اديب. الرئيس الراجل ده في عهده ولا صحفي دخل سجن. وانا بعتبر صحفي، انا عضو نقابه صحفيين يعني. قال لك الواد ده كلب، ازاي يتكلم على وزير اسكان؟ ضد او مع استمرار الرئيس محمد حسني مبارك حاكما لمصر؟ مع طبعا. وبعدين يقول لك ازاي يتكلم على البيه؟ ده البيه ده هو نوارة شباب البلد، هو ده اللي هيحكم. مناسبة انا عايز اقول لكم حاجه، انا شخصيا كعمرو انا من المستفيدين المباشرين لثوره 25 يناير، كنت قاعد في البيت واشتغلت. يا نهار ازرق، عبيط واقرع وزمباوي كمان. كيف تصف فترة حكم الإخوان في مصر بكلمة واحدة؟ مصيبه. جماعه الاخوان المسلمين كانت هذه الجماعه هي الفصيل الاسلامي الاقوى في مصر وفي العالم العربي وفي العالم كله. احنا شعب فاشل. الاخوان المسلمين فيهم مميزات كثيره جدا. الميزه الاولى واحد ما بقوش 2، 1 و1 3، 1 و1 4. ولا تقول لي قنديل ولا تقول لي مرسي ولا تقول لي المزلقان، كلنا فشله، كلكم ما بتعرفوش تعملوا حاجه. شعب هتفضلوا طول عمركم عاملين كده، هنفضل طول عمرنا فشله، هنفضل طول عمرنا الناس عندنا بتموت. يا صبرك يا صبرك يا جلدك يا صبرك. فشل ان الطفل عندك ثمنه ارخص من الموبايل. 5000 جنيه يا كافر، 5000 جنيه. حادثة قطار القاهرة المنصورة، وفيات فوق ال11، إصابات فوق الحاجة و90. هو ده ثمن الطفل ولا ملايين الدنيا تعوضه؟ بس هو ده الرقم. الطفل ارخص من الموبايل في مصر. فاشل. وبعيدا عن العادة المصرية ان احنا قاعدين نشيل، كل واحد عايز يشيل حد حاجة، يعني مش مهتمين قوي بمين عمل ايه قد ما مهتمين ان يكون في حل. يا رئيس الجمهورية، ده انت جاي من عيلة فقيرة، ده انت جاي من فقراء. لازم ابنك يموت عشان تحس،
لازم ابن رئيس الوزراء يتعور عشان يحس. عشان لا مؤاخذه انا ما احبش الشغل الشاوك والمعالج، لان انا عصبي وبتعالج. انما الناس القتله برابره البراري الكلاب، برابره البراري الكلاب قعدوا ينهشوا في جثه الراجل قبل ما يدفن. حابب اوجه رساله واضحه جدا للزميل العزيز الاستاذ عمرو اديب. ارجوكم لو سمحتم لما اموت ابقوا اقفوا جنبي، ما تسيبوش الحيوانات دول ينهشوا في لحمي. عمرو امبارح وهو بيتكلم عن الراحل وائل الابراشي كان مخضوض جدا وكان مفزوع جدا. اجمد كده لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها انا بنفس يعني ايه حاله السخريه دايما اللي بيستخدمها عمرو، عايز اقول له اجمد، يعني اجمد بلاش كده، اجمد لسه اللي جاي جامد. يا كوكو كوكو 5 بالحب.